يا ترى دراسة الأسنان هتخليك دكتور؟ تعرف إن طب الأسنان زمان ما كانش جزء من الطب، ده كان مجرد حرفة، واللي كان بيشتغلها ما كانش بيتقال عليه دكتور أصلا. لكن مع مرور الوقت اتطور وبقى واحد من أهم فروع الطب الحديث اللي بيجمع ما بين 3 حاجات: العلاج والتجميل والتكنولوجيا. الدراسة مدتها 5 سنين، بتبدأ بأساسيات الطب والبيولوجي، بعدها على طول بقى بتنزل العيادات الجامعية، وهناك هتتدرب بإيدك على أحدث الأجهزة التقنية زي الأشعة الرقمية والليزر وتقنيات ال 3D، ودي بقى اللي بتخليك تتدرب على كل تخصصات المجال زي جراحة الفم والفكين، تقويم وزراعة الأسنان، كأنك بالظبط في عياده حقيقيه. والنهارده طب الاسنان قيمته كبيره جدا، يعني دلوقتي اطباء الاسنان عالميا يعتبروا من اعلى المهن دخلا، ومتوسط رواتب بيوصل عالميا من 70,000 دولار ل 150,000 دولار سنويا حسب الخبره وحسب المكان. كمان هنا الجامعات بتعمل شراكات مع جامعات ومستشفيات دوليه وبرامجها معتمده عالميا، يعني شهادتك هتفتح لك مجال شغل في اي مكان. والمعامل والعيادات الجامعيه مجهزه بتقنيات واجهزه حديثه جدا. دلوقتي بقى لو عايز تبدا مشوارك في دراسه طب الاسنان هنا في ماليزيا، كلمنا على الرقم ده وهنقول لك على كل التفاصيل. سلام.